في ظل التحول الرقمي الكبير اللي بيشهده العالم حوالينا، أصبحت البرمجة من المجالات المهمة للغاية، بل أصبحت المجال الأكثر طلبا في العالم حاليا. وكتير من الناس بدأوا فعلا يدخلوا في البرمجة ويشوف المجال ده، ولكن معظم الناس اللي بيدخلوا المجال ده بيتوهوا وبيحسوا بتشتت كبير جدا نظرا لكذا حاجة، منها مثلا كثرة المصادر، كثرة المجالات الداخلية أو المجالات الفرعية من البرمجة. وعشان كده جايين بمجموعة فيديوهات هدفها تقليل التشتت ده، منها سلسلة الفيديوهات دي وهي أهم الوظائف في البرمجة، واللي هنتكلم فيها عن أشهر وأهم الوظائف اللي ممكن تشتغلها جوه مجال البرمجة. وهتكون سلسلة من كذا فيديو، كل فيديو هنوضح فيه مجموعة من الوظائف في مجال معين من مجالات البرمجة. ويلا نكمل كلامنا بعد الانترو. اهلا، معاك احمد عبد العزيز، ممكن تقول لي ابو العلا، من قناه بروجرامر جيرني، قناه مهتمه بالبرمجه وكل ما يخص طلاب حاسبات في مصر وحاجات تانية بشاركك فيها الاحداث المهمه اللي بتحصل في حياتي. فلو مهتم بالحاجات دي كلها ممكن تنزل تعمل سبسكرايب للقناه، وكمان تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان الكل يستفيد ويستنى كل جديد. وبعد الرغي ده كله يلا نبدا. في توضيح في الاول كده عايزين نقوله، الحاجات اللي هتتعلمها عشان تشتغل في اي وظيفه من الوظائف اللي اقول لك عليها دلوقتي كلها حاجات في مرحله ما بعد الاساسيات. يعني انت المفروض تكون متاسس برمجه كويس جدا، بعدين تقدر تتعلم الحاجات اللي اقول لك عليها في الفيديو ده. ومرحله التاسيس مرحله شبه ثابته في كل الوظائف، فلو حابين نعمل فيديو عن الاساسيات في البرمجه ممكن تنزل تقول لي في كومنت تحت، تمام؟ عشان نبقى على نور. اتفقنا؟ يلا هنتكلم النهارده عن وظائف اشهر مجال يعتبر في الوقت الحالي، وهو مجال الويب ديفلوبمنت او تطوير المواقع. مجال الويب ديفلوبمنت هو مجال محبب لمعظم الناس اللي بتحب تدخل برمجه في البدايه، وفي وظائف كتيره جوه مجال الويب ديفلوبمنت، بس هنذكر النهارده منها 5 وظائف بس. اول وظيفه معانا هي الفرونت اند ديفلوبر. ديفلوبر ليه؟ انا بقول ديفلوبر، انا عمري قلت ديفلوبر. عندي مشكله في كلمه ديفلوبر دي، فعدوها ماشي. الفرونت اند هو المسؤول عن كل حاجه بتظهر للمستخدم على الشاشه اللي قدامه في الموقع، سواء تكست او صور او اي حاجه تانية تظهر للمستخدم ويقدر يشوفها. طيب ايه الحاجات اللي اتعلمها عشان اكون فرونت اند؟ مبدئيا هتتعلم HTML، ودي اللغه اللي بتبني الهيكل الاساسي للموقع، وهتتعلم CSS، ودي اللي بتدي المظهر الجمالي للموقع بتاعك، وكمان هتتعلم جافا سكريبت، ودي اللي بتخلي الموقع بتاعك انتر اكتف او تفاعلي اكثر. ودول هتعلمهم بشكل مبدئي بس، يعني بعد ما تتعلم الحاجات دي في حاجات تانية هتتعلمها، فريم وركس وحاجات زي كده مش هنتكلم عنها دلوقتي عشان دي مرحله متقدمه. لو عايز تبقى مور ادفانسد في المجال ده تقدر تتعلم الحاجات التانية، بس دول الاساسيات. وفي مثل كتير بيحب يستخدمه، بس طبعا لله المثل الاعلى، بيوضح ايه وظيفه كل لغه من الثلاثه اللي انا قلت لك عليها دول، وهو الانسان. لو قلنا الانسان بيتكون من ايه، فالانسان بيتكون من هيكل عظمي، اعضاء او حاجات بتدي مظهر للانسان، وتالت حاجه المشاعر او الاحاسيس او الافعال اللي بيقوم بيها. فزي ما قلنا الهيكل العظمي ده فيما يوازيه في المواقع المسؤول عنها هو ال HTML، والجلد والاعضاء اللي بتدي الانسان المظهر اللي هو عليه اللي مسؤول عنها هو ال CSS. وعشان الانسان يبقى تفاعلي او بيقدر يتكلم زي ما بتكلم معاك كده، دي ما يوازيها هي الجافا سكريبت. تمام؟ طيب انت قررت تبقى فرونت اند، القنوات اللي تساعدك عشان توصل للوظيفه دي طبعا بدون منازع قناه الزيرو ويب سكول، باشمهندس اسامه الزيرو، قناه متكامله لو عايز تبقى فرونت اند. القناه دي لوحدها كفيله ان هي تخليك فرونت اند محترم جدا جدا جدا. اللي مني ده بعني خلاص، اللي مني ده بعني خلاص، عايزين نخلص والله العظيم يعني. ماشي، الله الف مبروك. تاني وظيفه معانا وهو الباك اند، وده بقى المسؤول عن اللي ورا الستاره زي ما بيقول، ده المسؤول عن العمليات اللي بتتم في الخلفيه في الموقع، واللي اليوزر او المستخدم ما بيشوفهاش وما يعرفش عنها اي حاجه. وفي اكتر من رود ماب او طريق تمشي فيها عشان تبقى باك اند، بس المهم ان انت تتعلم ازاي تتعامل مع الداتابيز او قواعد البيانات، تتعلم مثلا SQL، وتتعلم لغه برمجه زي ال PHP مثلا او حاجات تانية زي ما بقول لك في كذا طريق. طيب وايه القنوات اللي ممكن تساعدك في المجال ده؟ برضو زي ما قلنا قناه الزيرو ويب سكول هي قناه متكامله لوظائف الويب ديفلوبمنت عموما، هيقدر يساعدك جدا برضو تختار الرود ماب الاولا عن طريق ان هو الموقع بتاعه حاطط رود مابس كتيره للفرونت اند والباك اند، ممكن تطلع عليها وتختار رود ماب اللي مناسباك. وكمان هتلاقي منهج تعليمي قوي. وفي قناه تانية انا بحبها لباشمهندس غريب الشيخ، هو اي نعم في منهج تعليمي بس مش ده الحاجه اللي انا عايزك تتفرج عليه. ليه؟ هو هيديك ما حول المنهج التعليمي، ازاي بقى ايه اللي بيحصل في المواقع، ازاي ترفع موقع على الانترنت، ازاي تعمل استضافه وهكذا. بصراحه غريب الشيخ قناه ممتازه جدا. ولو الفيديو
الفيديو ده وصل لك باي شكل من الاشكال استمر يا هندسه، شغل جامد قوي. طبعا الزيرو لا يعلى عليه. تالت وظيفه معانا هو الفول ستاك. ده بقى المعلم الكبير بتاع الويب ديفلوبمنت كله. ده بكل بساطه هو حاصل ضرب الفرونت اند والباك اند في شخص واحد يطلع لك الفول ستاك ديفلوبر. ده هو اللي بيحمل على عاتقه بناء الموقع بالكامل من البدايه للنهايه. حلو عاتقه ده على كده، وبيتعلم كل اللي بيتعلمه الفرونت اند والباك اند، واللي بالمناسبه مش صعب خالص ان انت تتعلم الاثنين. رابع وظيفه معانا هي اليو اي ديزاينر. كل الوظائف اللي احنا قلناها من شويه هي وظائف بتتم في مرحله الكودينج او البروجرامينج، بس في اساسا عمليه بتتم قبل البروجرامينج او الكودينج، وهي ان العميل اللي عاوز يعمل موقع هو مالوش دعوه بمين بيكتب ايه ولا مين بيعمل ايه، هو عايز بس موقع يعمل له كذا وكذا وكذا. ففي شخص بقى هو اللي بيقعد مع العميل وبياخد منه المعلومات اللي العميل عايز يحطها في الموقع بتاعه، وهو اليو اي ديزاينر. بيسمع كل طلبات العميل، يبدا في تصميم الموقع بشكل يدوي، او الشكل العام للموقع بيكون عامل ازاي، مثلا لوجو الموقع بيبقى محطوط فين، ازاي يتواصل مع صاحب الموقع يكون محطوط فين، الكاتيجوريز بتبقى محطوطه فين، وهكذا. اليو اي ديزاينر هو اللي بيعمل الحاجات دي وبيعمل التصاميم دي كلها، وبعد كده يسلمها للديفلوبرز هم اللي بيقوموا بمرحله الكودينج. طيب كده اتكلمنا في مرحله الكودينج وما قبل الكودينج. طيب ما بعد الكودينج بقى، هنا بنيجي للخامس وظيفه معانا وهي اليو اكس ريسيرشر او الباحث في تجربه المستخدم. يعني ايه؟ من اسمه كده هو بيجرب الموقع، يعني بعد ما الديفلوبرز يخلصوا بناء الموقع هو بيستلم الموقع منهم. وطبعا دي حاجه اساسيه في البرمجه عموما، ان مفيش حاجه بتطلع من المره الاولى بدون اخطاء او ايرورز، فهو بيستلم الموقع ده يشوف ايه الاخطاء اللي فيه ويفصصه حته حته ويشوف فين الاخطاء ويرجعها للمطورين يعدلوها ويحسنوها. يعني اختصار ممكن نقول ان هو اللي بيعمل عمليه التستنج للموقع قبل ما يستلمه العميل. وكده اكون قلت لك على 5 وظائف في الويب ديفلوبمنت، وانا عارف انها في مصر ما بتبقاش بالتخصص ده وبالتقسيمه دي. يعني مثلا اليو اكس واليو اي ممكن يكون شخص واحد بس اللي بيقوم بيها في الشركه، فانا متفاهم حاجه زي دي، بس انا بقول لك الوضع الطبيعي او اللي المفروض يكون بيحصل، مش دعوه باللي بيحصل في مصر عموما. يعني زي ما قلت لك ان الهدف من الفيديوهات دي ان اوضح لك الامور واحل لك الحاجات المتعقده معاك، وانا هنا مش بعلمك، احنا بنتعلم مع بعض. انا لسه طالب في حاسبات فاحنا بنتعلم مع بعض. فلو عندك اي تعديل او شايف ان في معلومه غلط انا قلتها ممكن تقول لي في كومنت على تصحيحها، اكون شاكر جدا ليك. ولو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تدوس لايك، ما بياخدش منك وقت خالص بس بيفرق معايا قوي في انتشار المحتوى عشان نكبر بشكل اسرع. وكمان اعمل شير للفيديو ده واستنى باقي السلسله اللي هتكون من الاخر. شكرا على المشاهده، اشوفكم دايما بخير. كان معاكم احمد عبد العزيز، سلام. and cut.